لن تتخيل ما حدث عندما واجه المسلمون دراكولا. ما أن وصل السلطان محمد الفاتح إلى حدود الإقليم الذي يحكمه دراكولا، حتى أرسل الأخير عرضاً بالخضوع ونبذ الحرب مقابل دفع جزية سنوية. في البداية قبل السلطان محمد الفاتح بهذا العرض، ولكن بعد فترة قصيرة اكتشف السلطان أن دراكولا طلب هذه الهدنة فقط لكسب الوقت كي يستعد لقتال المسلمين. فأرسل السلطان جنوداً لاستطلاع الأمة، ولكن دراكولا قبض عليهم ووضعهم على الخوازيق. بعد ذلك قام دراكولا بغارة على بلغاريا، حيث أفسد المنطقة وقتل أهلها. فقام السلطان بإرسال مندوبين للتفاوض معه بغرض الخضوع وترك الشعوب البريئة والأسرى، إلا أن دراكولا قام بقتل جميع المندوبين وقتل 25,000 أسير باستخدام الخوازيق وعلقهم في الصحراء. عندما علم السلطان محمد الفاتح بهذا الأمر، قرر الانتقام بشدة من دراكولا، فانطلق بجيشه متعهدا بتلقين دراكولا درسا قاسيا لا ينسى. ذهب الفاتح بجيوشه التي أرعبت دراكولا، فهرب دراكولا إلى قلعته واختبأ كالجرذان. ومن خوف أتباع دراكولا وكرههم لما فعله، قتلوه وسلموا رأسه إلى محمد الفاتح كرمز لانتصار المسلمين وتخلصهم من الطاغية الذي قتل الأسرى.